صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض فيديو عن روتين لاصعب ايام بتعدي علينا في الشهر، وهي ايام البريود. عاوزه اقول لكم بقى ان انا قبل ميعاد البريود بيومين انا عندي الهرمونات بتبدا تعمل حفله بجد في دماغي. يعني بحس ان انا مش طايقه نفسي خالص وعصبيتي بتزيد وداخله في مود اكتئاب كده جامد. بس بحاول اقعد مع نفسي واهدي نفسي واتحكم في اعصابي شويه، واهيئ البيت ان انا النهارده خارج الخدمه شويه عشان نفسيه الكل، فنستحمل بعض شويه. اول ما البريد بتشرف لازم اول خطوه اعملها هي الدش السخن. وهنا بقى انا لازم اقول لكم على حاجه بتعصبني قوي. الناس اللي بتقولك مثلا ايه، اوعي تستحمي وانت عليك البريود عشان ده غلط او عشان مثلا بيحبس الدم. انا عايزه اقول لكم يا بنات، والله العظيم ده اكبر غلط بتعملوه في حق نفسكم. ليه بقى؟ لان اصلا الدش السخن في الايام دي بيبقى هو المنقذ الاول ليكي، لان الميه السخنه بتعمل ارتخاء للعضلات وبتهدي التقلصات جدا. ده غير كمان النظافه الشخصيه في الوقت ده اهم من اي وقت تاني عشان نمنع اي بكتيريا او اي روائح مش لطيفه. وكمان الموضوع ده بيحسن مودنا جدا. طبعا مش عايزه اقول لكم البشره بتبقى عامله ازاي اليومين دول، بتبقى متدمره بجد، بتبقى بهتانه وتحس انها دبلانه، والحبوب بتبدا تشرف على الوش. فانا عندي مثلا الحبايه دي اهي، مش عايزه المسها، وفي هنا حبوب، وفي هنا في القوره بس في صغنطوطه صغيره كده بدات تظهر. ففي الفترة دي أنا بعوز أعمل روتين سكين كير كده بسيط، مش منتجات كتيرة، علشان خاطر البشرة أصلا مجهدة لوحدها، وكمان مش يعني علشان خاطر الحبوب ما تنتشرش كتير. فهو منتجين 3 بيوفوا بالغرض وخلاص. بس هبدأ بالغسول ده. على فكرة في ناس وفي بنات بتحط الغسول يا دوبك دقيقة على بشرتها وتيجي غسلاه. البشرة ما بتلحقش تنضف، انت لازم تحطي الغسول وتقعدي يعني تعمليه كده على بشرتك لمدة مثلا 3 دقايق 5 دقايق، بحيث ان الدهون والأتربة واللي موجودة في الحاجة دي الموجودة في بشرتك تلحق، تعرفي تزيليها، تلحق الغسول يعمل مفعوله. مش يدوبك على البشرة وتيجي غسلاها على طول، كده ما بيعملش اي فايدة، ما بيعملش اي نتيجة، مش هتلاقي اي نتيجة، البشرة ما اتنضفتش كويس خالص. فادوا لكل منتج حقه على البشرة، تمام. الغسول ده انا لسه جايباه جديد بصراحة، بس حلو برضو، يعني شايفين ملمس البشرة حلو، عجبني قوي. هحط بقى السيرم بتاع انو ده، منجيش في الاماكن اللي فيها حبوب عشان الموضوع ما يزيدش. بس ممكن بقى نوزعه كده، حاجة خفيفة بس ايه تغير المود بتاعنا. اي حاجة نحطها مرطب وخلاص على كده. بقالي برضو بقالي فترة مع انو. دي اماكن ما فيهاش حبوب اهي. وبكده نكون خلصنا السكين كير. بجد يا بنات الخطوتين دول اول ما بتعملوهم في اليوم بجد بجد بيفرق معاكم في المود وفي النفسية بطريقة فظيعة جدا جدا جدا. يعني بتحسي انك انتي فقت شوية، المزاج اتعدل والمود اتعدل شوية، مهيئة انك انتي تتكلمي مع الناس، انك انتي تعملي اي حاجة في اليوم، مش بس انك انتي تكوني قاعدة تحت اللحاف على السرير وحاسة باكتئاب. فاحنا في الفترة دي بيبقى غصبا عننا، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخرج نفسنا من الدايرة المقفولة دي علشان خاطر ما الموضوع ما يبقاش صعب. فهقول لكم دلوقتي على مشروب حلو قوي هتعملوه في يوم البريود، بجد هيفرق معاكي جدا وهيقلل لك الالم بنسبة 90%، وكمان هيحسن من مودك. فيلا بينا. بصوا بقى هنعمل الاول مع بعض الفطار. هعمل فطار بسيط خالص مش محتاج اي مجهود، لانه بصراحة اليومين دول انا ما بكونش محتاجة ان انا اتعب نفسي ولا اتعب جسمي. فبعمل سندوتش جبنة بسيط مع قطعة خيار وبس على كده. فالجبنة قريش كده بوزعها على التوست
وباكلها مع قطعة خيار وبتأدي الغرض. تمام. دلوقتي بقى هقولك على اول مشروب تعتمديه في اول ايام البريود، وهو مشروب الزنجبيل الفريش. انا للاسف مش هعرف اعمله معاكم دلوقتي لان اكتشفت ان انا ما عنديش زنجبيل دلوقتي، هعمل ينسون. فبس هوريكم دلوقتي المشروب، انا كنت عاملاه قبل كده ومنزله عليه شورتس، فهوريهولكم دلوقتي. هتجيبي زنجبيل فريش ومعلقه عسل نحل وشويه ميه وتضربيهم في الخلاط. هيظهر لك قوام كده، بعد ما تضربيه في الخلاط هيبقى قوامه سميك شويه. بتاخدي منه بقى معلقه وتحطيها في كوبايه وتفرغي ميه سخنه وتقلبيهم وتشربيهم. بجد 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 المشروب ده مسكن ألم طبيعي، هيغنيك عن المسكنات اللي بتجيبيها وبتبهدلي جسمك وبتبهدلي الكلى بتاعتك. حاولوا انكم يا بنات تتجنبوا المسكنات اللي انتوا بتاخدوها دي، لانها بجد ليها اثار جانبيه وحشه جدا. عندك مسكن طبيعي اهو وبمكونات سهله جدا، جربيه ومش هتخسري حاجه. من المشروبات المفضلة عندي برضو هو اليانسون. اليانسون ده في الفترة دي بحس ان هو بيبقى عامل كده زي المهدئ النفسي، بيعمل كده ريلاكس للأعصاب وبيظبط المود. بشربه كده مع معلقة عسل فبحس ان الدنيا بقت هادية شوية. برضو في خطوة مهمة جدا لازم تعملوها، وهي ان يكون في شنطتكم شنطة طوارئ كده صغيرة. الشنطة دي بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها من فوطة لفوطتين صحية، وكمان مناديل وايبس مخصصة للمناطق الحساسة، وكيس عشان تحط فيه الفوطة القديمة وترميه، وكمان كريم للإيد ومعقم علشان تغسلي ايديكي مكان ما غيرت الفوطة. الخطوة دي مهمة علشان خاطر لو انتي بره وانتي مش عاملة حسابك فتكوني في امان ومتتحطيش في موقف محرج. بالنسبة بقى للتنظيف والترتيب، بصراحة أنا في اليوم ده أنا مش ببقى سوبر وومن خالص، يعني يا دوبك بعمل الأساسيات وبس. يعني تنظيف سريع كده للبيت عشان عيني بس تكون مرتاحة. أصل أنا جسمي بيبقى تعبان وبيهيئ نفسه لعملية أصلا بتحصل جواي، فالموضوع مش ناقص تعب ووقفة مطبخ بالساعات وفرهطة. ربنا سبحانه وتعالى وهو خلقنا عافانا من الصلاة والعبادة في الأيام دي رحمة ورأفة بينا يعني. فاحنا مش هنرحم نفسنا؟ أكيد لا، هنرحم نفسنا وندي لجسمنا حقه في الفترة دي، وان هو يرتاح وياخد كده وقته لحد ما يرجع لطبيعته تاني. بعد بقى ما بخلص اللي ورايا بروح اقعد في مكاني المفضل وبتابع المسلسل بتاعي. فيا بنات البريود ما تتعاملوش معاه ان هو مرض، البريود دورة حياة، بس هي محتاجة ذكاء في التعامل عشان ما تتحولش النكد عليكي وعلى اللي حواليكي. فحاولي انك انت تدلعي نفسك، اهتمي بنظافتك واشربي مشروباتك الدافية وكل حاجة هتعدي بسلام. وبس كده. فلو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.